مساء الخير يا اصدقائي. الناس كلها اللي كانت بتسالني على الجروب فكره ان الجمبري مع حوض السمك، يعني مع السمك في نفس الحوض ده تمام ولا ايه الدنيا؟ الحمد لله ربنا كرمني وفي جمبري عندي، ورد زي ما تشوفوا دلوقتي اهو. ده فرخ جديد اهو لسه عندي، وفي اخواته موجودين الحمد لله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك الناس كلها. وده في قلب حوض السمك. عندي الحوض الاساسي كمان مزروع، هيقدر يتعايش عادي وهيظبط الزرع عندك على قد ما يقدر. الفكره كلها ان انا احاول اوفر له مخابئ على قد ما اقدر. زرع كثيف طبعا، في كل حته في الحوض. افضل اعمل مخابئ، كهوف، ايا كان بقى بالصخر اللافا، او زي ما انا عامل كده، جايب مواسير صغيره بلاستيك ملزقها فوق بعض بشكل معين بيخش جواها اصلا وحبيبها، والكل عندي حبيبها والدنيا جميله. عايز اقول لكم حتى السمك كمان بقى يحبها، والجمبري بقى يخش جواها وبيتعامل. وانا رشش فيها شويه سبرولينا كده في الخبازه، شويه السبرولينا انا اللي حاططهم جوه كل ماسوره كده، بتشد السمك والجمبري نوعا ما. فبتلاقيهم هم داخلين اوتوماتيك للماسوره، يقعدوا ينجذبوا ليها. حتى الحلزون الصغير اللي بيجي مع الزرع ده عايش جوه المواسير دي، والدنيا لطيفه. والمواسير كمان مش كبيره، دي حاجه صغيره قد الصباع بالظبط، فمناسبه للسمك الصغير، الالجا ايتر. وكمان الشريمب حبيبها جدا، الشريمب متكيف جدا مع المواسير دي، او العشوش زي ما انا بسميها، او الكهوف. فالموضوع لطيف، صخور تمشي، زرع كثيف يمشي. حاول تركز في الموضوع. حاجات كتير قوي نقدر نعملها ما يبقاش فيها اي مشكله، بس الفكره كلها عايزه ممارسه وتجربه. حتى لو في حاجات بسيطه، حاجات خفيفه، ممكن نجرب في كام حته وايلد عشان ما نبقاش خسرانين كتير. نجرب ونشوف. الموضوع كله لما تبقى عامل بيئه متكامله فيها سمك وجمبري والكلام ده كله، بيبقى الموضوع لطيف، خاصه لو انت زارع اصلا اوريدي في الحوض. فهو بيبقى مفيد جدا للزرع. ومش هقولك ان انت تجيب لي بقى سمك شديد شويه، او انجلات، او سمك يكون اشد شويه على الجمبري، فتيجي بعد كده تقول لي مش لاقي الجمبري. لا يعني حط شويه تترا، حاجات كده خفيفه، بحيث ان انت تعرف تربي ده مع ده. لكن ما تجيبش سمك شديد في التعامل بتاعه، ويبقى عايز ان كله يعيش مع بعضه بس. فالدنيا لطيفه، الجمبري متأقلم وعايش والحمد لله. فرخ عندي في الحوض، وربنا يكرم ويرزقني ويرزقكم كلكم. وما تنسوش الدعم المستمر. شكرا ليكم جدا.